بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم حبايبي من جديد في فكرة جديدة من أفكار الترتيبات والتنظيم في البيت. وبإذن الله النهاردة أنا معايا ده سبت بلكونة. آه، هغلفه بالقماش اللي هو الفرو ده بأي ألوان بقى وأي مقاس أنا عايزاه. يعني هو عندي السبت ده كبير شوية، فهبتدي ده هغلفه من جوه ومن بره. فهبتدي الأول من جوه. أنا معايا الحتة دي حوالي، هو على حسب باخده مقاس السبت. هو ده حوالي 50 في 50. احنا ممكن نجيب متر ونعمل منه السبت كله جوه وبره. يعني هنشوف هياخد قد ايه على حسب مقاسه. معايا مسدس الشمع ده لازم ضروري يعني. ببتدي هنا في الاول بقول على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا مولعه المسدس، لازم يكون سخن جامد. وايه هحط الشمعة في الارضية كده، ولا ايه؟ ممكن ايه اهي الفروة بتاعتي الاول هحطها كده. اوريكم الاول اهو قبل ما احط شمع. هي عايزين نغلفه من جوه، فهبتدي ممكن اغلفه من بره الاول كده. بجيب طرف القماشة بس من الجنب ده عشان اللي اتبقى يبقى طالع من الناحية التانية نستفاد بيه اهو. طرف القماشة كده. زي ما قلنا ده العرض ده حوالي 50 سنتي. الحتة دي هننزل بيها بقى لتحت كده، هنسيبها تنزل لتحت. واللي يتبقى على الطرف بتاعنا الناحية دي كده. يعني الحتة اللي تبقى نقطعها نستفاد بيها، او ممكن نكمل بقى تغليف السبت الناحية التانية. نحاول نلم القماش كويس كده كده. تمام اهو. خلاص نلم ده بايدينا كده، نمسكه بالراحة عشان نحط في الزاوية اللي هناك دي شمع. في الأرضية بس، في ناحية الزاوية اللي احنا عملنا منها اهي، عشان نمسك بس الشمع بتاعه. نمسك الفرو بتاعنا اهو، شايفين كده الجنب ده اهو. وممكن نلزق من هنا كده، ممكن نلزق من الأرضية بس. هنحط هنا برضه في الأرضية هنا كده. نحط من الجنب كده واحنا طالعين على فوق كده، نحط حتة كده بحيث ان احنا نمسكها بدل ما تبقى معبية كده. هنا كده طبعا في زيادة بنتنيها كده اهي، نتنيها كده. نقلبها كده اهي، ثبت معانا جوه اهو. نحط شمعة في الأرضية تاني عشان نلزق الأرضية بقى كويس. دي آخر حتة في الأرضية. دي اسهل طريقة ان احنا نعمل بيها نغلف. احنا ممكن نغلف من بره ونقلب الباقي لجوه ونلزقه لجوه، بس هو كده اسهل. هي كده او كده عادي، مش فارق. شايفين هنا دي مهوية اهي. عايزين نحط بقى من هنا كده، نحط في الظهر هنا شمع.
نلزق دي هنا كده، نلزق نلم دي الاول اهي، نلزقها من جوه برضو في الجنب. الحته اللي طالعه دي، الحته دي هنحط لها شمعة كده ونلزقها في التانية، نلزقها عليها. خلي بالنا من الشمع عشان ما يجيش على ايدينا كده. ومن هنا كمان دي وسع اهي، نعمل كده، نعمل برضه نلزق الظهر علشان ما تبقاش مهوية. هنقص الزيادة اللي جوه ده بقى، في هنا زيادة اهي، الحتة دي يعني احنا وصلناها ببعض، هنقص الزيادة دي هنشيلها. اي زيادة جوه فوق الفرد بنقص. دلوقتي انا قصيت الزيادة اللي كانت جوه اهي، طلعتها لبره. هبتدي اقص بقى من بره كده لغاية الحرف بس كده، كده الحتة اللي طلعت اهي انا مش هرميها، هسيبها، ممكن اعمل بها اي حاجة او استفيد بها في حاجة تانية. من جوه شايفين انا كده انا قصيته لغاية بره كده. طبعا من هنا معبي كده هلزقه، هشوف ده لسه ما اتقفلتش اهي، هلزق كل اللي في الارضية دي واظبطها كويس كده. خلاص شايفين ظبطته من جوه ولزقته كله من الجناب ومن الارضية، ورفعته لفوق كده ولزقته اهو. هبتدي بقى اجيب مثلا، انا هحط معاه اللون البرتقاني ده، هبتدي اجيب من بره كده، ابتدي من عند الايد. طب نعمل الايد الاول. طبعا اللي متبقي معانا ده هنعمل منه الايد، نختار مثلا الحته الرفيعه دي هنعملها كده، نقطع من هنا، ممكن نلزق وبعدين نقطع. هنعملها كده كده، ممكن نلزق كده وبعدين نلف الباقي عليها. نحط شمعة فوق كده جنب كده اهو. هنلف بقى، هنبتدي شايفين الحتة اللي نازلة دي بقى هنلفها كده ونلزقها فوق هنا،
هنحط على طرف الفروة اهو، نلفها نلزقها كده اهي. هنحط على الطرف كده اهو. شايفين كده؟ الفرو ده ممكن نغلف بيه اي حاجة عندنا في البيت. ممكن لو علبة مناديل بلاستيك كده او علبة ادمت ولا حاجة وعايزين نجدد شكلها، ممكن نلف على الفرو. شايفين الايد اهي؟ خلاص كده الايد خلصت خلاص. ايه، هنظبط برضه من هنا عشان نلزق على طول. هنبتدي نلزق بقى اللون البرتقاني. هنجيب بقى البرتقاني من الناحية دي كده، هنبتدي نلزق من فوق من هنا، هنبتدي من عند الايد هنا، هنمشي كده بقى على طول. هنبتدي نلزق كده، نعمل فرق كده، نفضل ماشيين كده للآخر. هو بيمط معايا اهو، هنكملها للآخر. شايفين انا غلفت لفيته داير ما يدور لغاية هنا، وصلت لهنا اهو. فطبعا عرض القماش في باقي منه حتة اهي، انا هقص من عند البداية هنا، انا هقص الحتة دي. ممكن نسيبها دلوقتي، هنقص لا ايه نلمها الاول كده. ممكن نلزق اللي تحت دي عشان نعرف نلم. نلزق دي كده، ده البداية اللي احنا عملناها اهي. هنبتدي بقى ايه نلف كده، نشد نلفها كده عشان نقص الزيادة. هنقص بقى من فوق من هنا واحنا نازلين لتحت على اي بداية الحرف اللي تحت. وصلت لغاية تحت اهو، لغاية بداية السبت بتاعي. ببتدي بقى ايه اطول بس حتة حوالي يعني ايه حتة بسيطة كده، بحيث ان انا اتنيها تحت اعمل ارضية السبت. حاجة بسيطة خالص لتحت كده، حوالي يعني 5 سنتي بس. وكده كده هيمط معانا كده. وابتدي بقى ايه اقطع بقى وانا ماشية اطول. شايفين لغاية ايه مثلا نص القاعدة، لغاية نص القاعدة بمشي بقى كده. خلاص انا قصيت طرف اهو، قصيت بزيادة حتة اهي، بزيادة حتة بسيطة عشان اتنها كده. ممكن اقص لغاية بداية السبت هنا كده، واقص حتة مدورة والزقها تحت عادي مش مشكلة. يعني لو دي ما طلتش ولا حاجة. نعم، نبتدي بقى نلزق البداية بتاعتنا دي كده اهي، نلزقها كويس ونشدها لتحت. هنجيب بقى ايه هنلزق من بره كده، هنرفع القماش ونلزق كويس كده عشان نلزقه كده في جدار السبت من بره. نرفع كده ونلزق، نحط شمع على قد ما نقدر نثبته. هي مش هيفك ولا حاجة، بس هو ايه اقل عشان ما يبقاش بس ايه مهوي كده.
نلزق كله واحنا بنشد لتحت كده، هو عشان يبقى مفرود معانا نلزقه كله. وصلت كده للنهاية اهي، الطرف بتاعه اهو. هلزق الطرف ده بقى على الطرف ده، احط بقى على الطرف ده اهو عشان الحتة دي اهي. ابتدي اجيب الطرف ده اشده كده، الزق الطرف على بعضه. الفرو يعني لما بيتعمل في بعضه ما بيبانش الفاصل، شايفين دخل في بعضه مش باين الفاصل. نيجي نقلبه تحت كده، طبعا بنلزق بقى كده، نشد دي على قد ما نقدر كده ونشد التانية، نحاول نخليهم يوصلوا بعض. لو ما وصلتش بنكملها بحتة عادي مش مشكلة. كده اهو نلزقها كويس. دلوقتي كده انا خلاص خلصتها، فطبعا القماش طلع قصير شويه ما كفاش الحته دي. ممكن بقى نجيب حته تانية من نفس اللون، يعني دي حته مربعه اهي، هنحطها كده، هنقص الزوايا بتاعتها وخلاص. يعني هي فيها 4 زوايا اهي، هنظبط ال4 زوايا كده ونعملها مدوره كده. عملتها مدوره اهي، هبتدي الزقها بقى وخلاص. هنا اهي اخر حاجه، بعد كده هنزين السبت كده. خلاص معايا هنا دلوقتي البكر الالماس ده، ده بيتباع بالمتر، باخد منه شريط كده واقطعه مربعات زي كده، وهبتدي بقى ايه الزق عليها من بره. هبتدي اوزعها بقى على ايه، على دي كده بزاوية كده. ممكن الزق عليه كله او ممكن الزق على الوش بس. هعمل عليه كله بقى بالشكل ده كده. خلاص كده شايفين انا عملته بالالماس عليه من كل ناحيه اهو، زينته كله حاجه كده ما شاء الله، سهله بسيطه، ما خدتش مننا وقت خالص. ومن جوه اهو غيرنا شكله خالص، يعني حتى لو عندي واحد قديم ومتبهدل ممكن اغير شكله خالص بالفرو ده او باي قماش. اي قماشه عندنا، اي قماشه قديمه، حاجه قديمه، لبس قديم مثلا، فرو او خامه كويسه تنفع، او قطيفه او اي حاجه ممكن نجدد بيها. خلاص كده فكرتنا خلصت اهي، يا رب تعجبكم.